السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي مهتم بالجديد والمفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعلا من التطبيقات في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه ديلي باي اون. التطبيق ده مساحته 54 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بان بيخليك تاخد مرتبك قبل نزول المرتب بتاعك بتاع شغلك بيوم او يومين. في حالة ان انت الشهر بتاعك خلص ولقيت المرتب بتاعك خلص ومحتاج ان انت المرتب بتاعك الجديد لسه منزلش، ومحتاج ان انت فلوس علشان تكمل شهرك او علشان تشتري مستلزمات البيت، او محتاج تدفع فواتير او اي حاجة، فانت بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تحصل على المرتب بتاعك قبل نزوله. في حالة ان انت تكون محول المرتب بتاعك ان هو بينزل من خلال التطبيق ده، يعني بيكون التطبيق عارف العمل بتاعك ومرتبك بتقبضه من خلال التطبيق كل شهر. فلو جه وقت انت حسيت ان انت محتاج فلوسك قبل نزولها او قبل الشهر ما يخلص يعني، فانت بتقدر انت تحصل عليها من خلال التطبيق علشان تعمل اي مصلحة او اي حاجة انت عايزها وانت مثلا مزنوق او انت مش معاك فلوس. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق انه بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية. بس كده يعتبر ابسط شرح التطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تكتب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو بعد نزوله بفتره طويله، ب10 شهور، بسنه، باكتر من سنه، ولقى حاجات مختلفه وحمل التطبيق ولقى فيه حاجات مختلفه سواء ايجابيه او سلبيه، يكتب التعليق بتاعه كنوع منه ان هو يساعد اي شخص تاني حب يدخل على التطبيق او شاهد الفيديو حب يحمل التطبيق. واحنا دايما بنسيب التعليقات بتاعت الناس سواء تعليقات ايجابية او السلبية. اما في حالة ان انت خايف تحمل التطبيق، فانت ممكن عشان المميزات والعيوب بتاعته ممكن تبعت لي على الفيس او على ماسنجر على الاكونت باسم مراجع برامج، او تكتب لي في تعليقات اي فيديو تقول لي اشرح لي التطبيق ده مره كمان، عشان انت شرحه من زمان وانا انزل لك شرح مبسط ليه بالنسبه للمميزات والعيوب، ازاي التطبيق بيشتغل، ازاي بتشترك في التطبيق، ازاي بتلغي الاشتراك، ازاي آه، بتعمل اي حاجه في التطبيق. عشان في بعض الناس بلاقيها كاتبه لي تعليقات في فيديوهات نازله بقالها فتره طويله، بقالها سنه او اكتر من سنه، ويقول لي احنا بعد حملنا التطبيق لنا فيها حاجات عيوب ومميزات انت مش قايلها. ده ببساطه لان انت نزول التطبيق انت وقت نزول التطبيق كانت الحاجات دي مش موجوده، اما بعد ما التطبيق نزل وعدى عليه فتره طويله فنزل له تحديثات كتيره. عشان كده دايما بنقول اي حد يشاهد الفيديو بعد نزوله فتره طويله ويحمل التطبيق يكتب التعليق بتاعه سواء الايجابي او السلبي. وشكرا، سلام عليكم.